كله عشان يعني ايه يعني حرام عليهم يا اخي يعني حاجه واجهه البلد ديت. ادي المصليه اهي، المصليه اللي بنصلي عليها في الجنازات بتاعتنا، وادي الزباله. بصراحه المنظر بقى لا يطاق، المنظر لا يطاق. احنا تقريبا دلوقتي كل يوم في جنازه من بعد كورونا، تقريبا دلوقتي في كل يوم في جنازه. الناس بتخش تصلي في المصليه دي، وفي ناس بتقف تصلي بره هنا. طب الناس تقف تصلي في الزباله ازاي؟ تقف على الزباله دي ازاي؟ الوحده مش هنجيب اللوم على الوحده، لان الوحده شالتها كتير، وقلنا نوجد مكان تاني للناس ترمي فيه. طيب الحجاره ديت الراجل اللي رماها يعني ما رماهاش الا هنا ليه؟ يعني ده مكان يترمي فيه حجاره. شفت يا عم احمد؟ ادينا بننزل اهوت ونشوف ربنا ييسر. احنا بنستسمح الراجل المحترم اللي رمى الحجاره دي هنا يجي يشيلها ويوديها اي مكان تاني، عشان ما ينفعش يكون المكان ده مرمي فيه الحجاره دي. احنا كنا هننظف وهنعمل وهنسوي وهنعمل حاجات حلوه، ولكن للاسف اتفاجئنا بالحجاره دي واتفاجئنا بالزباله دي. يعني الزباله لما اتشالت الراجل جه رمى الحجاره هنا، خلى الناس رمت زباله تاني عليها، وده ما ينفعش وما يرضيش ربنا ان يكون دي واجهة بلد. ما يرضيش ربنا خالص ان يكون دي واجهة بلد. انت رايح فين؟ طيب خلاص ماشي يا غالي. ما يرضيش ربنا خالص تكون دي واجهتنا. الناس بتجينا من كل البلاد، يعني يقولوا علينا ايه بقى؟ الناس لما تشوف المنظر ده يقولوا علينا ايه؟ بصراحة أنا مش لاقي كلام أقوله غير يعني ده مدخل المقابر، المدخل الرئيسي للمقابر. وناس بتقف تصلي هنا لما في جنازات والمصلية مليانة. ينفع كده يكون هي ده المكان الواجهة بتاعتنا؟ ينفع يكون ده الواجهة بتاع البلد؟ قلنا هنعمل اكتر من حل. يا عم المقابر وليك في الناحيه الثانيه عند الصوره برضه. انا شفت الناحيه الثانيه حاجه اصعب من دي. لك الناحيه الثانيه كمان ان شاء الله. عندك ورا المعمل على طول كده من ورا. ايوه ان شاء الله. بس احنا بنتكلم في دي كمان واجهه رئيسيه. وش الطرق. عايزنا نتكلم ونروح معاك مطرح ما انت عايز. ربنا يبارك لك يا حاج شعبان، ربنا يكرمك. اديك الناس شايفه هيت، وشايفه الناس كلها يعني مخنوقه من المنظر دوت وزعلانين من المنظر ده، لان دي مش واجهه بلد خالص، دي مش واجهه بلد نهائي. احنا يعني بنتمنى من الوحده المحليه تيجي تشيلها كمان مره ونشوف حل بقى، يعني تشيلها ونشوف حل. يعني مش هنسكت عليها تاني، لان دي واجهتنا كلنا، مش واجهة حد معين ولا بتاعت حد معين، لا دي بتاعت البلد بالكامل. مش هينفع نسكت على المنظر ده تاني، ومش هينفع نسيب المنظر ده تاني موجود. استاذ نبيل الله يبارك لك، الله يبارك لك يا استاذنا. عايزين كمان مرة نيجي نشيل الزبالة دي. استاذ محمود شنب ربنا يبارك لك، احنا عارفين ان انت مش بتتأخر خالص وبتستجيب على طول. الله يبارك لك يا استاذ محمود يا شنب. المنظر ده فعلا يعني ما يرضيش ربنا وما يرضيش حد، ومش هيرضيك انت شخصيا، وانت جيت شفته قبل كده ساعة ما اتفقنا على موضوع البلاط، وحضرتك كنت معجب بالفكر قوي. هنركب ان شاء الله كاميرا هنا، حتى لو ما عملناش فيها حاجة هنركب كاميرا عشان تراقب المكان. بعد كده اللي هيرمي شنطة هو اللي هيجي يشيلها بنفسه، خلاص. الكاميرا هتركب ان شاء الله خلال اليومين دول، وهتراقب المنطقة بالكامل. اللي هيجي يرمي شنطة خلاص ما يلومش الا نفسه بقى. الوحدة تعمل له محضر بقى، علشان ايه ما ينفعش المنظر ده يكون واجهتنا خالص. ان شاء الله يتم الاتصال دلوقتي بالاستاذ محمود شنب، الراجل اللي ما بيتأخرش، خالص صراحة، مجهوده كبير واسع. والاستاذ نبيل الديب برضه هنكلمه ونشوف ان احنا نشيل الزبالة دي
وبعد ما نشيلها نشوف حل. انا النهارده اكتر من حد كلمنا عليه، عشان كده جيت مخصوص ليها. لازم نشوف حل، مش مجرد ان احنا هنشيلها بس، عشان احنا لو شلناها من غير ما نشوف حل هتترمي تاني. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وان شاء الله هنقول لكم على اللي تم في الاتصالات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.